بعد قليل يلتقي الزمالك وزد في كأس العاصمة مع المدرب القدير والكبير معتمد جمال. وأنا ما بحبش كلمة مؤقت، ونفسي إدارة الزمالك تسمع كلامي مرة وتقول له أنت المدير الفني للزمالك إلى نهاية الموسم، وإن شاء الله لما تحقق بطولات نجدد معاك العقد لسنة أو سنتين. وأنا متأكد إن هو لو خد فرصته هيحقق بطولات وهينقل الفريق نقلة تانية. عايز بس الإدارة تتخلى عن حكاية التعاقد مع مدير فني أجنبي إرضاء للجماهير. الجماهير اللي مش راضي عنك كده كده مش راضي عنك وبيتمنى سقوطك، ومهما عملت مش هتعمله، مش هتعجبه. فأنت ما ينفعش تجيب مدير فني أجنبي بملايين الدولارات لفريق مهلهل ومفكك ما بيقبضوش مرتباتهم، واللي عاوز يفسخ عقده واللي مش مقتنع واللي بيعمل مشاكل واللي بيتغيب علشان ما بيقبضش. انت معتمد جمال مدير فني مصري يقدر يتعامل مع اللعيبة نفسيا، يقدر يجمعهم ويطلع منهم أحسن ما عندهم، وإن شاء الله أنا متأكد إنه هيطور من أدائهم. خصوصا عمنا خوان ألفينا بزيرة لازم يتخلى عن الأنانية، بقاله كم مباراة أناني وإنتاجه ضعيف وبيلعب لوحده وما بيلعبش مع زمايله، والكور بتتقطع منه وبتعمل هجمات مرتدة على الفريق. يبقى قعاده على الدكة أحسن، نلعب لعيب منتج يلعب مع زمايله جماعي أحسن من اللعيب الأناني اللي بيتسبب هجمات مرتدة على الفريق ويضيع مجهود زمايله. أنا متأكد إن معتمد جمال هيقدر يطور من أدائه ويطور من أداء شيكو بنزا، وهنشوف الزمالك معاه حاجة تانية، وهيبدأ من مباراة النهاردة وهيكسب إن شاء الله. يا ريت اللي ما اشتركش في قناة العمريتي سبورت يشترك واعمل لي متابعة على الفيس، الحاجات دي مجاني يا عم، والسلام عليكم.